انتوا طبعا عارفين ان اضافه المايونيز لاي حاجه بتتعرض للحراره هي خطر جدا على الصحه، وده كلام غلط خالص. بالعكس، لان المايونيز بيستخدم في تتبيلات الفراخ والاسماك، واي حاجه بنحط عليها المايونيز بتديلها طعم وقوام خطير. ده غير ان المايونيز اللي احنا بنشتريه من بره ده بيكون معمول من بيض غير ني، بيكون معمول من بيض متبستر، يعني ان هو مش خطر على الصحه ولا حاجه، وما فيهوش اي نوع من انواع البكتيريا اللي هي السالمونيلا. المايونيز بيعتبر مضر للفراخ لانه بيحتوي على كميه كبيره من الدهون او الزيت، وكمان بيديلها لون ذهبي حلو جدا بعد التسويه. ده غير انه بيعمل طبقه عازله ما بينها وما بين الحراره، فما تتعرضش لاي نوع من الانواع الجفاف. يعني قطعه الفراخ لما بتدخل الفرن ما بتطلعش ولا ناشفه ولا مفتله، بتطلع طريه وخطيره. وكمان بيحتوي على ماده الليسيسين اللي هي موجوده في صفار البيض، اللي هو مكون رئيسي في عمل المايونيز، وده بيشتغل كمستحلب طبيعي بيساعد النكهات والتتبيله انها تدخل جوه الانسجه، وبيحافظ على طريانها بعد التسويه. وبعد كده ما تخافوش من اضافه المايونيز على الفراخ، لانها بتدي طراوه وطعم خطير. جربوها وقولوا لي ايه رايكم.